هاي الحشوة، حشوة الأبواب، هاي هي الأبواب. هاي المقطورة المفككة. وهذا أبديت سريع لأعمالنا خلال اليومين الماضيين في السنفرة. وهسه بدي أحكي لكم إشي. بسنة 2013-2014 بالسنين هاي كنت أشتغل بالخبر، تمام؟ كنت أشتغل بمبيعات المقطورات الفرنسية، الدكسارة والأمور هاي كلياتها. حبيت أطور شغلي، حبيت إني أغير النمط اللي أنا شغال فيه. فقلت شو بسوي؟ بدي أصير أصنع المقطورات. طبعا أنا خلفية الصناعة عندي من زمان، من أيام ما كنت بالإمارات، لكن خلال أول سنة سنتين بالسعودية هون اشتغلت بالمبيعات. يعني كانت متطور عندي موضوع المبيعات وكذا، بس حبيت أسترجع موضوع الصناعة. تمام؟ بعرف أحدد، بعرف أصنع، بعرف ألحم ألمنيوم مج، بعرف ألحم لحام عادي، أقص، كل الأمور هاي بعرفها. تمام؟ بلا طول سيرة قلت بدي أبلش. منين بدي أبلش؟ من أصعب شيء. أصعب شيء بالصناعة تصنع المقطورة كلياتها. طيب إيش أصعب شيء بالصناعة؟ اللحام التق. أصعب شيء باللحامات لحام التق. بدي أتعلمه. أصعب شيء باللحام التق اللي هو الألمنيوم. قلت بدي أتعلمه. شو بدي أتعلمه؟ يلا ما بعرفش شيء عنه، حياة مني ماسك التق صراحة. بذيك اللحظة كنت حياتي ماني ماسك تورش، ولا بعرف مصطلحات، ولا بعرف ايش يعني تنجستين رود، ولا بعرف اي شيء. فجأة رحت اشتريت ماكينة الحام تق اي سي دي سي، وحطيتها قدامي ديجيتال الكترونية، جبتها من الدمام من الخضرية. تمام؟ كان في وكيل لها هناك. المهم حطيت الماكينة، طقطق فيها، ما بعرفش شيء لها. شلون تشتغل هاي؟ شو الغاز اللي بنحط لها؟ شو الاشياء؟ شلون تشتغل هاي؟ ولا بعرف اي شيء عنها، الله وكيلكم ما بعرف شيء. وابحث بالنت، المحتوى العربي صفر، وذاك الوقت ما في اي واحد شارح عنها. اشياء بسيطة ببعض المواقع والمنتديات كانت بسيطة، هي كاتبين بعض المواضيع عن اللحام الالمنيوم التق اللي هو الاي سي. ابحث بالمواقع الانجليزي، صرت افوت على المترجم، اكتب ترجمة لحام الالمنيوم افضل طريقة لحام، يطلع لي تق ويلدنج. طلع لي بالاخير واحد اسمه مستر تق، تابعته. لا بعرف انجليزي ولا بعرف شيء، بس اشوف ايديه شلون تتحرك، اروح اقلده. تحرق الالمنيوم، تخرب، تعمل فتحات كبيرة باللحام، الراس تبع تنجستين يذوب، فنجان ينكسر، ولا بعرف شو بدي اتعلم. وظليت امارس، اتابع معهم، اشوف ايده وين ضغط، ليش ضغط الكبسه هاي، اروح لعند الماكينه تبعتي الكترونيه بس الموجه نفس الشيء، ارجع اضغط على هاي، ارفعها من هون، اجرب، ارفع هاي، اساوي من هون، اجرب، واصير اسجل. اذا ضغطت هاي زياده، زدت هذا، زادت النار الوشيعه، زاد بؤره اللحام زادت. اذا ضغطت هاي زاد العمق تبع اللحام، اذا سويت هاي كذا. ظليت حتى استوعبت من خلال التجربة. أتابع الناس اللي أنا مش فهمان عليهم، بس فقط من حركة إيديهم، من طريق هاي اللي أنا تعلمته عن بعد، يعني بالمشرمح. تعلمت اللحام، حدا تعلم اللحام شو اسمه ألمنيوم تق عن بعد، أنا تعلمته عن بعد. ما حدا مسك إيدي ولا حدا قال لي كم. ارفع إيدك من فوق، تيجي ترفع إيدك عن التنجستين تكة صغيرة تتغير اللحام، تنزل الظل حتى ها تصير تعرف. بعدين سبحان الله بتصير تعرف بدون ما تعرف تشرحها. شلون يعني؟ شلون بسوق السيارة؟ شلون انت واقف بتمشي بدك تشرح لواحد شلون بتسوق السيارة؟ قد ما تشرح له تعطيه الأساسيات، إذا هو ما عادش يفكر يعني تصير سيء بدون تفكير. يعني بتصير تشتغل الشغلة خلص باللاواعي، وهون بتصير باللاواعي المسافات واللحم وكذا بصير. وعلمت العمال هاي اللي عندي كلياتها، وعلمتهم، مسكت ايدهم على فكرة، يعني ارفع من هون وساوي هيك، ولحم من هون وعير من هون وساوي من العيارات. اسألني عنها بقول لك اسمها بالانجليزي مش حافظه والله، يعني مانيش حافظ ايش اسمها بالانجليزي، بس خلص بعرف انه هاي مثلا شو بتسوي، هاي تقديريا خلص بتصير تساوي تقدير كذا من هون من هون من هون من هون، بتحرك وتصير تعرف تعيرها. فهي
بالاخير تساوي على الخبره، على الممارسه، على هاي خبرات صعب انه الواحد يشرحها نظري، او يشرحها لواحد تقول له ساوي كذا وساوي كذا. ليش انا جبت هالسرده هاي كلياته وهالكلام هذا كلياته؟ عشان تعليق هذا اللي راح احط لكم اياه. بقول انت ما بتعلم. انا ما عندي اسلوب مدرسه، ما بعرف اذا قناتي قناه دراسه او تعليم، لا ما هي قناه دراسه ولا تعليم. لكن اذا انت بدك تبحث عن المعلومه بتجيبها، نعم بتجيبها. اذا انت بس تتفرج على المقطوره، اذا حاب تصنع مقطوره، اذا حاب تصنع اي شيء بعالم الصناعه، انت بتقدر تشوف وتعرف. مثل ما انا كنت اساوي، انا كنت اشوف كيف تسوت هاي الطريقه. يعني يوم انا مثلا شفت انت الباب كيف انطعج، مثلا طعجتين على شكل سي، خلاص انت بتعرف انه الابواب كلياتها، بس كم قطرها يا اخي انت حددها. انت بتقدر تحددها، تزيد مثلا تخليها 2 سم، تسويها اقل، تسويها اكبر، اخي انت تسويها، انت تقدر تشغلها على كيفك. مثل ما انا صممتها، على كيفي. يعني هاي الاشياء المقاسات اللي انا حطيتها انا اللي حاطها كلياتها. مقاس المقطوره مثلا، الطول، الارتفاع، العمق، القطر، كذا، ما في شيء ثابت، وانا ما بقدر اعطيك اياها هاي المعلومات. يعني اي واحد يجي يطلب مني مثلا اعطيني مقاسات المقطوره وكيف صنعت الزاويه وكيف، ما بقدر اني اعطيك اياها. هاي اساسا ما بمتلكها اني، بما اني بشتغل بالشركه هون او موظف فيها، فصحيح اني بصممها، بس هي تعتبر ملكيه لهم. ما دام اني بشتغل عندهم فهي ملكيه لهم، مش اني باجي اعطي المعلومات هيك لاي حدا. صعب. تعال تقول لي الفيديوهات من غير فايده. الفيديوهات بشكل عام لو بتراجعها وتتفرج عليها اكثر من مره من اكثر من منظور، حتلاقي فيها فوائد ومعرفه وعلم وكل شيء، حتلاقيها مليانه. طريقه عمل، نمط حياه، طريقة جديدة للتعامل مع الشغلة الفلانية أو الشغلة الفلانية، طريقة ممكن تفتح لك فكرة لشغلة ثانية، تلهمك لشغلات جديدة زي صناعية. إذا شفت القناة بمنظور ثاني حتلاقي فيها فوائد كثير، بس غير النظارة تلبس نظارة من منظور ثاني، بمعنى حتلاقي فيها فوائد كثير. أنا بنبسط يوم أنا ألاقي ناس تكتب لي بقول لي أنا بخلي أولادي يتفرجوا على القناة، بأمن عليهم، بقول لهم تابعوا هذا الشخص، بيرشحوا القناة لأشخاص ثانيين. ليش؟ بقول لك إحنا مأمنين على أولادنا، مأمنين على أصدقائنا، يوم نشاركها معهم بينبسطوا هم. يعني بيعطيك كأنه معطيه معرفة، كأنه معطيه شغلة كويسة إيجابية. عرفتوا كيف؟ فمعليش اليوم الفيديو كلياته بس رديت على هذا السؤال اللي هو بقول لك انه الفيديوهات احنا مش مستفيدين منها. هو مش مستفيد عادي، بس غيرك قاعد مستفيد. فانا عارف شو اللي قاعد بقدمه، انا عارف. وحتى القناة العائلية اذا بتتذكروا بكل فيديو في شغلة بتستفيد، فهذا النمط اللي أنا متخذه بصناعة المحتوى عندي. صحيح أنت بتشوفوا عفوي، بتشوفوا تصوير بسيط كذا، هي المعلومة بتوصل بالبساطة وليس بالتلقين. يعني ما بجلس بلقن المعلومات أو بعطيك هيك شرح علمي، رياضيات وفيزياء وكذا، لا. أنت بتشوف الأشياء عملية، علمية عملية. وحتى الفيديو هذا سألني ايش الفائدة منه هذا الفيديو القصة اللي بالبداية ممكن انت تفتح لك فكر انه والله واحد ممكن يتعلم اي شيء. بما انه اكرم يتعلم اصعب شيء اللي هو اللحام، التيج، تعلمه عن بعد، فالواحد قابل انه يتعلم اي شيء، اي معرفة بيقدر يجيبها من النت ويتعلمها ويحولها لمعرفة حقيقية. نعم تقدر. وبس، سلامتكم.